70% من ملاك السيارات شكوتهم استهلاك بنزين عالي، والعربية بتاخد فترة طويلة جدا لحد ما بتسخن الصبح، وأول ما بيمسك طريق مفتوح مؤشر الحرارة دايما واقع. وكالعادة صاحب العربية راح للوسطى جهبذ علشان يعرف ايه المشكلة. باشا، المؤشر ده بينزل عشان حساس الميه بايظ، واستهلاك البنزين عالي بسبب ان حساس الشكمان برضه بايظ. هنغير لك الحاجتين وباذن الله العربيه ترجع ولا غلط. كشفنا على العربية كالعادة، لقينا العربية ما فيهاش أي مشكلة، ولا أي حسات بايظة ولا بوابة ولا حسات مية، وكل ده راح في الهواء. خلينا صاحب العربية يشخص العربية دي بنفسه. لو أنت بتقع في نفس المشكلة هقول لك تعمل إيه. تعال معايا. معظم الفنيين بيرتكبوا جريمة في العربيات الحديثة، ألا وهي أول ما الترموستات بتاعة الحرارة بتبوظ أو بيحصل فيها مشكلة بيلغوها، فيخلوا دايرة المية شغالة دايما، فتروح العربية تبرد بسرعة. لو أنت مسكت طريق مفتوح دايما درجة الحرارة تقع معاك، وتيجي الصبح تلاقي العربية بتاخد فترة طويلة جدا لحد ما بتسخن. طب لو انت عندك المشكلة دي تتأكد ازاي ان هي الترموستات؟ اول ما تيجي تدور العربية الصبح تروح ماسك الكوع العلوية بتاعة الراديتير والكوع السفلية، لو الاتنين حرارة واحدة يبقى انت كده عندك دايرة المية مفتوحة وعندك مشكلة في الترموستات. لو لقيت كوع سخنة وكوع باردة يبقى انت عندك الترموستات راكبة وعربيتك 100 100. وبس كده يا صديقي، ما تنساناش بدعوة حلوة وتصلي على الحبيب. السلام عليكم.